الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى من استمسك بالعروة الوثقى فقد نجا ولله عاقبة الأمور ثم أما بعد أيها الأحبة في الله. كثير من الناس يسأل في هذا الوقت عن زكاة الفطر. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا أم قوتا؟ أقول وبالله التوفيق أن الأصل في العبادات التوقف، نعم، التوقيف على الأدلة. فلا يجوز أن نعمد إلى عبادة من العبادات فنلبسها ثيابا أو نلبسها لباسا آخر غير ما عليه دليل. انتبهوا جيدا، فزكاة الفطر عبادة من العبادات قد جعل الشارع لها صفة وأنها تخرج قوتا لا نقودا. فمن أخرج زكاة الفطر نقودا لا قوتا فقد تعبد لله بصفة ليس عليها أمر الشارع. نعم، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس في أمرنا فهو رد. نعم، فيجب أن نذهب وأن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أوليس النقود أنفع للفقراء؟ أقول لك: بلى. فتقول: إذن لماذا نخرجها نقودا؟ أقول لك: انتبه جيدا. أوليس الفقراء كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المال أيضا موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الفقراء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر فقرا وأشد حاجة من فقراء اليوم. ولذلك أيها الحبيب أخرجها النبي والصحابة والتابعين قوتا لا نقودا. فقد يقول القائل: في هذا اليوم الفقير يحتاج إلى اللباس ولا يحتاج إلى الطعام. أقول لك: إياك أن تخلط بين هذا وذاك، إياك أن تخلط ما بين زكاة الفطر وزكاة المال. فليس من مقاصد زكاة الفطر اللباس، ولكن من مقاصد زكاة المال اللباس. أيضا من مقاصد زكاة المال أن تسد عن أخاك دينه، أيضا من مقاصد زكاة المال أن تفرج عن أخاك كربه. ولكن من مقاصد زكاة الفطر أن تشبع هذا الفقير في هذا اليوم حتى لا يمد يده لأحد، وحتى لا يحتاج في هذا اليوم إلى أحد. فأقول لك: هكذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار 9 سنوات، أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم قوتا ولم يخرجها نقودا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، والله أعلى وأعلم.